السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ أنا ماما نونا، والنهاردة هحكي لكم حكاية جديدة. حكاية ايه يا ترى؟ حكاية رحلة وعبرة. تعالوا نشوف يا حبايبي ايه هي العبرة اللي هنطلع منها من الحكاية، وتعالوا نشوف ايه اللي حصل مع خالد والأسرة بتاعته، ومين اللي شافوه هم في الرحلة وعمل معاهم ومع الناس التانيين ايه. يلا بينا يا حبايبي. كان يا مكان يا سعد يا إكرام ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في أسرة جميلة مكونة من بابا وماما وخالد وسما. كانوا بيحبوا بعض جدا، وكان سما وخالد بيحترموا ماما وبابا جدا، ودايما كانوا بيسمعوا كلامهم. خالد وسما كانوا بيحبوا المدرسة كمان كتير. أول ما يصحوا يا حبايبي كانوا يغسلوا وشهم وإيديهم، وبعد كده يتوضوا ويصلوا ويقعدوا مع بابا وماما يفطروا، وبعد كده يروحوا على مدرستهم. ماما وبابا قالوا لخالد وسما: ايه رأيكم لو انتوا قفلتوا في الامتحانات هنعمل لكم رحلة في الحديقة، وهنقعد فيها يوم كامل كمان. فرحوا جدا خالد وسما، قالوا: هي هي شكرا يا بابا، شكرا يا ماما، احنا هنوعدكم بإذن الله هنجيب الدرجات النهائية طبعا زي كل مرة يا ماما. ماما وبابا ضحكوا وقالوا لهم: ماشي يلا بقى شدوا حيلكم، عايزين نعرف هتجيبوا الدرجات النهائية زي كل مرة ولا لأ. راحوا فعلا سما وخالد المدرسة وجايبوا الدرجات النهائية يا حبايبي في الامتحانات. وبعدين بابا وماما جهزوا الحاجات اللي هياخدوها معاهم الرحلة من الأكل والشرب، وكمان خدوا هدوم لخالد وسما عشان لو بهدلوا هدومهم ولا حاجة. راحوا يا حبايبي الجنينة، لكن الجنينة كانت كبيرة جدا. وراحت سما قالت: ايه يا ماما الناس دي كلها؟ دي الجنينة دي كبيرة قوي، اكتر من اللي عندنا. قالت لها: ايوه طبعا اكبر من اللي عندنا، علشان دي جنينة كبيرة جدا واي حد بيجي فيها. شافوا كمان ملاهي واولاد وبنات بيلعبوا، وعائلات كمان واخدين اكل وشرب زي عيلة خالد. فرشوا بابا وماما وقعدوا هما وخالد وسما وجهزوا الحاجة اللي كانت في الشنطة كانت بتاعتهم يا حبايبي، وقعدوا يقولوا لسما وخالد: روحوا العبوا شوية يا حبايبي على بيلة ما نحضر لكم السندوتشات. سما وخالد راحوا لعبوا وتعرفوا على أصحاب هناك كمان، وعرفوا أسمائهم وقعدوا يلعبوا يا حبايبي. راحت بابا وماما ندهوا عليهم وقال لهم: يلا يلا عشان تفطروا، احنا جهزنا لكم الأكل بتاعكم. أكلوا سما وخالد وماما وبابا، وبعد كده راحوا تاني كملوا لعب ولعبوا برضو مع بابا وماما. وماما قالت: يلا بقى شوية كده هنجهز عشان خاطر نتغدى. وفعلا يا حبايبي بدأت ماما تجهز حاجة الغدا. راح خالد قال لها: يا ماما يا ماما تعالي العبي معانا زي ما بابا بيلعب معانا كمان. راحت سما قالت لها: أيوة يا ماما بالله عليكي تعالي العبي معانا. قالت لهم: حاضر يا حبايبي. راحت ماما وقعدوا يلعبوا مع بعض وسابوا الحاجة بتاعتهم زي الناس كتير قوي. وفجأة الناس قعدت تقول: حرامي 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 حرامي، وقعدوا يجروا ورا الحرامي لغاية ما مسكوه. وأبو خالد جه قال له: انت بتعمل ايه؟ انت ليه اخد الاكل والشرب بتاع الناس؟ راح السما طلعت تجري على بابا وقالت له: يا بابا يا بابا الحق الاكل والشرب بتاعنا كمان مش موجود. خالد قال له: ايوه يا بابا مش موجود. راح بابا قال للحرامي: كمان اخدت الاكل والشرب بتاعنا؟ يعني احنا جايين نبسط الولاد وانت هتعكنن عليهم وتاخد الاكل والشرب وتخلينا نمشي بدري بدل ما كنا هنقضي اليوم كله؟
راحت الناس قعدت تقول له: "هو أنت لسه هتتكلم معاه؟ اضربه، اضربه وخُد منه الحاجة بتاعتنا." راح قال له: أنت ما سمعتش عن الآية الكريمة اللي بتقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون؟ قال له: أنا مش فاهم حاجة من الكلام اللي أنت بتقوله ده، سيبني يلا ولا عاقبني زي ما هما بيقولوا، ما هما مش عارفين حاجة. راح قال له: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم، يعني لسانك هينطق يوم القيامة ويقول أنا عملت كذا وكذا، ورجلك هتنطق وتقول أنا مشيت في الحرام ومشيت في الحتة الفلانية والفلانية، وإيدك هتتكلم وتقول أنا سرقت فلان وفلان. ليه بتعمل كده؟ راح قال له: لا لا لا، أنا مش عايز حاجة تحصل زي كده، أنا إيدي مش هاسرق بيها تاني، أنا هاوعدك، بس أنا ما عنديش شغل، وأنا فقير وعايز أصرف على ولادي، وأخدت لهم الأكل والشرب ده علشان ياكلوه عشان هما ما عندهمش أكل. الناس قعدت تقول له: اضربه يا عم، ده هو بيقول كده وخلاص، ده هو حرامي. راح أبو خالد قال لهم: يا جماعة، لازم نراعي ظروفه، نعرف الأول هو عمل كده ليه، وبعد كده نشوف له شغلانة يشتغلها، عشان هو ممكن يكون كلامه صحيح. أول ما الراجل سمع كده قال: بجد بجد هتشوف لي شغلانة؟ قال له: أيوة بجد هشوف لك شغلانة، خد ده رقمي وتعالى لي بكرة بإذن الله المكتب وأنا هشغلك عندي. فرح جدا الحرامي وقال له: أنا أوعدك إن إيدي دي مش هتتمد خالص على أي حاجة حرام، ورجلي مش هتتمد على مش هتمشي في أي مكان حرام، ولساني مش هينطق غير بالخير، وأذني كمان مش هتسمع غير كل خير. راح قال له: أيوة كده أنت تمام، وامشي دايما في الحلال، ربنا هيرزقك. سما وخالد قالوا لبابا: هو فعلا يا بابا لساننا هيتكلم باللي احنا بنقوله؟ قالها: أيوة يا حبيبتي، ربنا سبحانه وتعالى هيأمر كل مكان في جسمنا إن هو يتكلم باللي عمله، وطبعًا إحنا اللي خلّينا لساننا يتكلّم بالوِحِش، وإيدينا تتمد على الحرام، ورجلينا تمشي في الحرام، وأذننا كمان تسمع الحرام. راحت قالت له: يا بابا، أنا مش هاقول حاجة وِحشة خالص تاني لخالد. وراح خالد قال: وأنا كمان مش هاقول لِك أي حاجة تاني يا سما. فرحوا جدًا منهم، وراح الحرامي رَد لهم كل الأكل، وكل واحد كان آخد منه أكل أو شُرب راح رجّعه له تاني. والحرامي شكر جدًا أبو خالد، وراح قال له: أنت فعلًا خلّصتني من حاجة أنا كان ممكن أعملها طول عمري، أنا باشكرك جدًا. راح أبو خالد قال له: العفو، وما تنساش بإذن الله بكرة تجيني المكتب بتاعي. وقضّوا بعد كده اليوم يا حبايبي في لعب وكانوا فرحانين جدًا، وبعد كده رجعوا بيتهم وناموا بدري عشان تاني يوم يروحوا مدرستهم. وتوتة توتة خلصت الحكاية النهاردة. تصبحوا على خير يا حبايب ماما نونا. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك. مع السلامة.